السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى الجميع يكونوا بألف ألف خير. بجهز وبحضر لوجبة اليوم بدنا نعمل أكلتنا، يا ترى إيش حتكون؟ يلا نشوف مع بعض. بالبداية عزيزاتي معايا فرخة بوزن 2 كيلو، مقطعاها ل10 قطع ونقعتها بمية وطحين ومعلقة خل وليمونة وملح لمدة نص ساعة. ولو حابة تحط حبة بندورة كمان بتعطي ريحة حلوة لقطع الدجاج وبتشيل الزفرة. بعد ما صفيتهم وغسلتهم كتير منيح من المحلول، عندي مقلاية حميتها كتير كويس على الغاز وبدي أضع فيها قطع الدجاج علشان بدي أغير لونهم. وبعد ما أغير لونهم عزيزتي أضيف عليهم البهارات اللي حنشوفها مع بعض. يعني بعمل أنا هاي الخطوات عشان بدي الفرخة تكون مستوية معايا 3/4 الاستوى، داخلة بالسوى يعني كويس. بحضر وبجهز لأكلة الكنتاكي، في بسموه كنتاكي، في البروستد، حسب ايش انت ما بتسميه، بس بطريقتي وبفكرة كتير جديدة ولأول مرة بتهيألي حدا حيعمل زي ما أنا بأساوي بخصوص تغليفة الكنتاكي. بعد عزيزتي ما حركت قطع الدجاج كتير كويس، ضفت عليهم ورق الغار وفلفل أسمر وعندي حبوب الكزبرة وعندي الفلفل الأسمر زي ما حكيت لكم، وحب الهان 4 حبات حطيت. وبدي أشوح هاد البهارات بالأول كتير كويس. بعد هيك بضيف حبة بصل مقطعة 4/4 وما يقارب 5 فصوص تومة، قد ما بتحبي انت التومة حطيهم. وبأحرك كتير كويس علشان الاشي يطلع ريحته يتشوح معايا منيح. بعد هيك عزيزتي بدي أضيف، بعد يعني محرك زي ما انت شايفة معايا كتير كويس وريحة البهارات تطلع معاي، بدي أضيف ما يقارب كستين لكستين ونص مية، مش حغمرهم بس بدي المية عشان تعطيني الاستوى. أنا لما كنت أشوحهم كنت كل شوية أغطي فيهم مع البخار برضو دخلوا بالاستوى، حطيت المية بس علشان أتأكد إنهم استووا معايا تماما أو ناقص شوية بسيطة ويكونوا يعني مستويين. ضفت معلقتين ملح حجم صغير وحركت وغطيت، وهي هيك معايا استوت معايا كمية أو قطع الدجاج. بدي أحطهم بالمصفاية علشان يتصافوا من أي سائل فيهم. هيك بكون شكلها عزيزتي. والمرقة اللي ضلت موجودة أنا صفيتها علشان أستخدمها. عندي هنا عزيزتي ما يقارب نص كاسة عصير طحين وعليهم كمية إبهارات. ضفت على العجينة عزيزتي معلقة صغيرة من العصفر، فلفل أسمر، حب الهان مطحون، زنجبيل، وبهار الدجاج، بهار الشوي، وشطة مطحونة، وملح، ولو حابة تضيفي سمسم اشي بريحك. وهيك حمزج كل المكونات كتير كويس وبخطوة سريعة علشان ما يكونش فيه
أي تكتلات بعد ما أضيف المرقة. ضفت المرقة أنا شوية شوي علشان أحصل على هذا القوام يكون كثيف شوي زي ما بنعمل الكريب. وبدي أحضر الكمية الطحين بتاعت التغليف. حطيت يعني ما يقارب نص كيلو أو 4 كاسات طحين منخلين، وملعقة صغيرة من العصفر، وشطة وملح، ومعلقتين كبار من النشا. هذه هي انت البهارات. ايش حابة اضيفه؟ ولو بدك تضيفي كمان سمسم برضو بعطي شكل جميل وطعم زاكي. بعد ما بحطيت انا هاي التغليفة عزيزتي بدي احركها كتير كويس، وهيك بحط المكونات كلها عندي. وبعد ما الدجاج برد تماما بحطه بالخليط السائل، وهيك على طول بتمسك معايا. شايفين كيف مسكت معايا بالمادة السائلة اللي عملناها. وبغلفها بالطحين وبضغط كتير كويس لما اغلف بالطحين. هاي خطوة كتير كويسة عزيزتي، اتبعي الخطوة هاي والأكلة هاي اللي أنا ابتكرتها. يعني ما ظنيتش حدا عمل بالكنتاكي وضاف المرقة زي ما أنا سويت. طعمها بجد كتير طيب، طعمها كتير زاكي مقرمشة، ما بتشبعيش منها، كتير بتشهي. وأنا عمري ما بضيف فيديو على القناة إلا وبكون مجرباه ودايقاه قبل ما أنزله. يعني بأحكم عليه بالأول، بعد هيك بنزل لكم إياه بثقة علشان يكون فيه مصداقية، واللي حيجربه يدعي لي دعوة خير ويتشجع أكتر ويشير ويعمل اشتراكات ويشير لأصدقائه أكتر ويحكي وصفاتك كلها مجربة ومظبوطة. فهاي الطريقة كتير زاكية وحتشرفك لو عملتي عزومة لأحد من قرايبك أجا عندك، فبتعمليها مع باقي الأكلات فبتكون كتير مميزة. وتحدي إذا ما سألوا عن طريقة العمل من كتر ما هي يعني زاكية كتير. ألف صحة وعافية على الجميع، وعلى كل من بجرب طريقتي، وعلى كل من بضغط على الاشتراك وعلى الإعجاب وبعلق تعليق طيب. أنا بشكركم من القلب. هيك بعد ما تغلفوا شايفين كيف بكون شكلهم هيك تمام. بدي أحطهم بالفريزر مدة نص ساعة لحد ما أخلص باقي المقبلات اللي بدي أعملهم. عندي حبتين بتنجان غسلتهم وبدي أشرحهم علشان أشويهم. لو أنت حابة تضيفيهم بالفرن كتير منيح بطنجرة الكهرب تاعت يعني الفلسطين، يعني قطاع أو فلسطين متوفرة عندك برضو كتير منيح. أنا كانت الكهرباء عندي قاطعة وكتير يعني مرات بعمل هيك زي ما بعمل قدامكم مع الغاز. كتير بتكون برضو زي كأنه بالفرن. حوريكم كيف صارت معايا. شايفين بضغط عليها كتير استوت ودايبة دوب وما شاء الله تمام. هاي التانية خلص جهزت معاي. بعد هيك بدي احط قرنين فلفل اخضر. شايفين كيف الروقان و يعني اشي بيفتح النفس. انا حضرت لمتبل الباذنجان او الباذنجان باللغة العربية كتابة باذنجان، لفظا بالعامية باذنجان. بس عشان اكون واضحة معاكم. قشرت حبات البتنجان وبتتقشر معاك بسهولة، بس كانت سخنة ما قدرتش اتحكم فيها. لمكونات المتبل في له كتير خطوات، وحعملكم كمان بإذن الله فيديو تاني كيف عملته بطريقة تانية. حطيت فلفل أخضر دقيته مع رشة ملح، ويكون الفلفل حراق أو حسب ذوقك. ولو حابة تضيفي كمان تومة برضو هذا إشي برجع لك. وحطيت ملح وطحينية وليمون وزيت زيتون. مكونات سهلة وبسيطة، طعمها كتير زاكي وبفتح الشهية مع الأكلات.
هيك عصرت الليمون بعد ما دقيته، وبدي أضيف الطحينية، يكون يعني هيك ما يقارب 3 أو 4 ملاعق طحينية، وبمزج كتير كويس. بعد هيك بضيف زيت الزيتون، وخلص هيك معانا المتبل صار تمام. بقولوا عنه مرات متبل باذنجان، بابا غنوج، سلطة باذنجان، كله نفس المسمى، كله نفس الخطوات باختلاف بسيط. أنا عندي عزيزتي عجينة الشاورما. عجينة الشاورما أنا عملت فيها فيديو خاص بالقناة، لو حابين انتوا تشوفوه. مش حدخل بالتفاصيل كتير لأنه عملت فيديو. حطيت الطحين ورشة سكر ورشة خميرة ورشة ملح وعجنتهم بمي دافية. بعد هيك غطيتهم ترتاح وقطعتهم تقطيعة وسط. وبعد هيك بدي ارش طحين على الرخامة أو على القعادة اللي موجودة عندك، وبدي ارقهم يكون الحجم متوسط لرغيف الشاورما، وبصفطهم وبغطيهم لحد ما يختمروا عشان اخبزهم على الغاز. هذا الخبز كتير فاتح للشهية، كتير طعمته طيبة، كتير زاكي. احنا بنحبه دايما بنعمله، منستغناش عنه لا بشوي ولا باكلات زي هاي. ولما اعمل الشاورما بالبيت كمان بعمله ما شاء الله. ولو بدك تعملي كمية بتغلفيهم كتير كويس بعد ما يبردوا، وبتحطيهم بالفريزر، ولما بدك بتنزليهم وبتسخنيهم كأنهم هالحين انت بتكوني عاملاهم. هاي لوحدة سألتني كيف اتعامل مع خبز الشاورما لو بدي اعمل كمية. بخبزهم بمقلاية او بطوى يكون سميك زي هذا الطوى، علشان يعني الحرارة ما تبوظ لك المقلاية. وبخلي المقلاية سخنة، وبحط الرغيف وبضلني بحرك بإيدي وبقلب فيه علشان يتحمر وياخد اللون ويستوي معايا الرغيف من كل اتجاه. هيك خبز الشاورما جاهز معايا، وجربوه كتير زاكي. وعملته انا زي ما حكيت لكم بفيديو سابق. وعلى فكرة برضو عملت فيديو البروستد والكنتاكي برضو بفيديو بس بمكونات وبطريقة تانية. كل مرة بنزل فيديو ببتكر من عندي طريقة وبجربها، وبتكون دايما أذكى من اللي قبلها. فهيك عزيزتي أنا بخبز الخبز، شايفين محلى منظره وبيعطي بركة بالبيت وكتير زاك. هيك جهز معايا ولين وطري وكتير ممتاز. وبعد ما خلصه بغطيه علشان يضل طري بفعل الحرارة وهو سخن، ما ينشفش معايا. هيك انت بتتعاملي معاه. عزيزتي بدي اعمل برضو جانب الاكلة اللي معانا. قشرت حبات البطاطا ما يقارب 3 حبات، او انت حسب الكمية اللي انت حباها. قشرتها بالمقشرة اليدوية، كتير بتسهل عليا بكتير اشياء بالمطبخ. وبغسلهم، وبعد هيك بدي اقطعهم تقطيعة شرائح رفيعة، شرائح طولية رفيعة بهذا الشكل. المطبخ لما بتقفي وبتعملي أكلاتك عزيزتي وتكوني سعيدة، أهم إشي وانت بتعملي الأكلات تكوني سعيدة، وانت بتعملي لعائلتك ولبيتك وبتشكلي وبتتفنني بالأكلات وبتنجح معاكي، بيكون إلها طعم وسعادة مش طبيعية، وبتكوني سعيدة بالأكل اللي قدمتيها لعائلتك. يعني ست البيت إلها وأنا منهم طبعا، إلها ألف تحية وتحية، وربي يعطيها ألف صحة وعافية، وإن شاء الله كل عام وإنت منورة بيتك، وكل عام والجميع بألف خير يا رب العالمين. بقدوم شهر رمضان الكريم ربي يعيده علينا، يبلغنا إياه وإحنا بأفضل حال، والأمة العربية والإسلامية جميعا بخير، والوباء إن شاء الله ربي يزيحه ويكفينا إياه. عزيزتي اللهم آمين. عزيزتي هيك خلاص قشرت البطاطا، وقبل ما أقليها بحط رشة ملح
لأنه البطاطا بتعشق الملح، وحاولي إنك ما تكتريش عشان ببين كتير طعم الملح فيها. يا دوب رشة بسيطة، وبتحمي الغاز الزيت كتير كويس، وبتحطيها وتحركيها يا دوب حركة بسيطة، وبعد هيك ما تصيبيهاش ولا تحركيها نهائيا إلا لما تاخد شكل اللون اللي بدك إياه وتحمر، عشان لا تتكسر معاكي ولا تدوب، وتضلها هيك عودان حلوة ومقرمشة. وهيك جهزت معايا وأنا طلعتها من الزيت، وقاعدة أنا بنظف المقلاية، بشيل منها أي إشي متبقي، لأنه هذا الزيت بدي أرجع أقلي في قطع الكنتاكي. وهيك البطاطا تمام جهزت. إيش بعمل فيها؟ بالمصفاية عزيزتي برفعها وبنفضها بهذا الشكل. بشيل منها الزيت اللي ضايل بنزله، وبدخل فيها الهواء. الحركة هذه مهمة، بتخلي البطاطا معاك مقرمشة وحلوة. بعد ما نزل الكنتاكي من الفريزر بعد مرور نص ساعة، بحطهم بنفس الزيت اللي قليت فيه البطاطا، وبكون هيك زي ما انت شايفة غزير. بحط قسمت الفرخة يعني على مرحلتين. هاي أول مرحلة بحطها، بدي أقليها، وبس بدأ يتغير لونها بدي أرفعها بالمصفاية. وهيك بديت أطلع، شايفين ما شاء الله محلاها المنظر، كتير مشهية وكتير منظرها مغري. لا للرجيم مع قناتنا يعني الأكل الطيب بيفتح النفس وبشهي. هيك برفعهم من الزيت وبحطهم على المصفاية، أو إذا أنت حابة ورق المطبخ اللي أنت حاباه. بعدك بضيف المرحلة الثانية أو الكمية الثانية. بالراحة بنزلهم بهذا الشكل، وبظبط وضعية القطع. وبعد هيك علشان محركهم مش إلى لما يبدوا ياخدوا اللون معانا. أوريكم كيف الشكل، شايفين مقرمش ما شاء الله. يعني سامعين كيف أنا بخبط عليه، أسمعكم كيف القرمشة ما شاء الله. جربوه مش هتندموا كتير. طيب، وهيك خلاص استوت الكمية الثانية. بدي أطلعهم وأحطهم بالمصاية صافة، ونشوف إيش هنعمل تاني. خلاص هيك أنا عملت وجهزت السفرة، الخبز الشاورما أو الخبز السوري وحبات الزيتون والكنتاكي ملك السفرة اليوم. ما شاء الله منظره بيفتح النفس، ولو كنت حاطة سمسم على العجينة كان أعطى منظر كمان أحلى وأحلى. وهين أنا قاعدة بقسم لكم، شايفين كيف من قرمشته واللحم أبيض أبيض ومستوي. وعملت سلطة الملفوف، ملفوف وخل وملح وليمون ومعلقتين زبادي كتير طيبة، جربوها. وحبات البطاطا زي ما انت شايفة معايا بس بردت شوية. صحة وعافية على الجميع، ما تنسوني من صالح دعواتكم أهم إشي. واللي مش مشترك يتفضل يشترك وينورنا أكتر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.